كنتش انا فتره بتمرن ومش باين عليا ان اصلا بروح الجيم. طيب انت كده ممكن تكون بتعمل حاجه من الاثنين او ممكن تكون بتعمل الاثنين. اول حاجه مش مهتم بالتغذيه بتاعتك السليمه. التغذيه هي اساس التمرين. لو سالت اي حد بيتكلم في الجيم او اي حد بيتكلم في الرياضه هيقول لك ان التغذيه او الدايت 70% والرياضه او التمارين ال 30% الثانيه. الكلام ده حقيقي. لما تروح الجيم بتكسر خلايا والياف ضعيفه وبتبني مكانها خلايا قويه. الخلايا القويه دي تتملي او بتتبني عن طريق التغذيه السليمه والريكفري اللي هو النوم والراحه. النوم ان انام من 7 ل 9 ساعات، والراحه اني اريح مش كل يوم اتمرن. يعني ممكن اتمرن 3 ايام واريح يوم، اقصى حاجه اتمرنها 3 ايام. فانت مش بتتمرن بشكل سليم، وفي نفس الوقت برضو مش عامل جدول او بتتمرن بطريقه عشوائيه. يعني ايه؟ يعني النهارده رحت اتمرنت بنش، بكره مش عارف رايح اتمرن ايه، مش كاتب التمارين بتاعتي. انت عشان خاطر تحقق تمرينك يبقى تمرين 100% لازم تبقى كاتب او عامل جدول تتمرن بيه. النهارده مثلا اتمرنت تمرين صدر او بدات اول حاجه بتمرين بنش بريس. البنش بريس ده اخر مجموعه لعبتها مثلا بوزن كذا جبت بيها عدات كذا، لازم اكسر الرقم ده. النهارده مثلا اتمرنت 50 كيلو، الاسبوع الجاي لازم اتمرن ب 55 او 60 كيلو. طيب ما قدرتش اكسر الوزن ده ابقى اكسر عدات. اتمرنت ب 50 كيلو 10 عدات، الاسبوع الجاي اتمرن بنفس ال 50 كيلو بس اتمرن بيهم بدل ال 10 عدات 11 12 عده. طب ما قدرتش اكسر لا اوزان ولا عدات، ابقى اكسر المجموعات. لعبت 3 مجموعات اخليهم 4. ما عرفش الكلام ده كله، ممكن ازود على نفس المجموعه تمرينه تاني سوبر ست، بحيث لازم اكون غيرت الروتين بتاعي او اجبرت العضله ان فيها تغير او عملت عليها ستريس اقوى من الاسبوع اللي فات عشان خاطر العضله تكبر معايا وتبدا تنمو بشكل كبير. طب انا بقى مش عامل جدول ولا كاتب عداتي ولا مجموعاتي، هحقق الحاجه دي ازاي؟ لازم اعمل جدول وامشي عليه كويس جدا، وابقى عارف اتمرنت النهارده كام عده بكام كيلو عشان خاطر اقدر اكسر الاوزان زي ما قلت لك، واقدر اغير الروتين بتاعي. طيب ده بالنسبه للتغذيه. التغذيه برضو لازم تاكل كل احتياج جسمك، يعني تاخد احتياجك من البروتين ومن الكارب الصحي ومن الدهون الصحيه بشكل منظم. عشان كده لازم تعمل نظام غذائي ليك انت، مش اي حد يبعت لك اي نظام غذائي 100 واحد استخدمه قبل كده. لا، كل واحد ليه ارقام، كل واحد ليه وزن، كل واحد ليه سن، وكل واحد ليه هدف، وكل واحد ليه السعرات اللي هو بيحرقها خلال اليوم. عشان كده لازم تروح لحد فاهم يعمل لك نظام غذائي كويس جدا ويمشيك على جدول تمارين. وصدقني لو مشيت على الكلام او عملت بالنصائح اللي بقول لك عليها دي في خلال شهرين او خلال شهر كمان هتلاقي اختلاف قوي جدا عن اي مره انت اتمرنت فيها حديد. لو حابب تتابع معايا اونلاين ابعت لك انظمه غذائيه وابعت لك تمارين مصوره بالفيديوهات ومشروحه 100% بالظبط كاني واقف معاك في الجيم، هتعملها بكل سهوله. وكمان اتابع معاك يوميا على الواتساب، هسيب لك تحت في الديسكربشن ارقام تقدر تتواصل معايا فيها، اتواصل معاك شخصيا مش حد تاني هيكلمك. وكمان هكلمك على الانستجرام لو حابب تبعت لي صور تبعت لي حاجه. كده خلاص حلقه النهارده، اتمنى الحلقه عجبتك. انا عملت لايك للفيديو، لسه مش مشترك في القناه يا ريت تعمل اشتراك حالا في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان كل حاجه جديده في وقتها، واشوفكم على خير.